بزاف ديال الحروب، هادشي ولا كيخلع وبزاف ديال السيناريوهات. اجي شنو وقع بين ايران واسرائيل؟ حيت ايران صيفطت 200 صاروخ على اسرائيل، وعاد غادي يكون الرد ديال اسرائيل اللي ما عرفناش كيفاش غادي يكون. ولكن كيفاش بدا هادشي؟ كيفاش بدات هاد الحرب اللي كاين بين لبنان واسرائيل؟ خصنا هادشي نشوفوه من الاول باش ما نبقاوش تالفين. اول حاجه غنبداوها في 2023 ملي حزب الله بدا تبادل اطلاق النار مع اسرائيل في 2 اكتوبر من بعد الهجوم ديال حماس، وبدات حرب غزه. من موراها اسرائيل هجمت على جنوب لبنان. في 2024 الضربه اللي استهدفت مرتفعات جولان اللي محتلها اسرائيل واللي مات فيها 12 واحد. اسرائيل غتقتل فؤاد شكر القائد العسكري الحرب اللي في هجوم بيروت، وحزب الله كيرد بالمئات الصواريخ الطائرات المسيره على اسرائيل. في شهر 9 من هذا العام اللي هو 2024 غادي تنفجر الاجهزه ديال بيجر اللي عند حزب الله في لبنان، وكانت اسرائيل هي المسؤوله على هذه الانفجارات، ودارت هجوم على بيروت اللي مات فيها كبار القاده ديال حزب الله. ومازال اسرائيل كتشن هجوم على لبنان، وايران ضربت ب 200 صاروخ على اسرائيل. واخا ما كانوش شي خسائر بشريه اللي كثير. وملي سولوا بايدن على وقتاش غادي ترد اسرائيل قال لهم ماشي اليوم، يعني الرد كاين ولكن وقتاش حتى شي واحد ما عارف من غير اسرائيل. وفي نظركم كيفاش غادي يكون الرد ديال اسرائيل على ايران؟ واش هادشي غادي يكون خطير بزاف؟ وفين غيوصل بينا هادشي؟ والى تطورت الامور ورجعت حتى ايران غالبا غادي يكون الرد خطير اكثر من الاول. اما غادي يخلي امريكا تقدر تدخل وبزاف ديال الدول اللي داعمين اسرائيل اللي منهم بريطانيا والمانيا الى اخره. وهكا في الجهه الاخرى حتى الدول اللي كتدعم ايران غادي تضطر تدخل اللي منهم روسيا. والى دخلوا هاد الدول كاملين ونضت الحرب بيناتهم غنكونوا دخلنا لواحد الحرب اللي كبيره بزاف، واحتمال كبير نوليو في حرب عالميه ثالثه. كان هو دا الفيديو اللي عجبكم خليو واحد لايك، تابونوا عندي في لاشين باش تشوفوا الجديد. كندير بزاف الفيديوهات. دخلوا عندي الانستغرام تهلاو.